بس انا محتاج بقى اضيف المنتجات اصلا. هعمل ايه؟ هروح لقائمة البرودكت، هروح لقائمة البرودكتس وهبدأ اعمل add new product. تعالى كده نفتح واحدة add new product ونفتح واحدة edit ونشوف ايه اللي بيحصل، ونفتح المنتج نفسه كمان. طيب لما فتحت add new product قال لي انا عايز اسم المنتج. اسم المنتج ده انا جبته منين؟ المنتج بتاعي تي شيرت. طيب قال لي في حاجة اسمها product description وشورت description. ايه الفرق؟ الشورت ديسكريبشن هو المحتوى القصير المقنع الجذاب اللذيذ اللطيف اللي مكتوب هنا. اللونج ديسكريبشن الديسكريبشن الطويل اللي فيه تفاصيل المنتج الفنية اللي بيظهر تحت. يبقى انا هاخد اللونج ديسكريبشن من هنا، وتعالى نضيفه في الجزء اللي فوق اللي هو برودكت ديسكريبشن، وهنزل تحت في الشورت ديسكريبشن اضيف فيه الشورت ديسكريبشن اللي قصادي ده. كلام جميل. طيب هاجي في النص بيقول لي في حاجه اسمها سمبل برودكت، منتج بسيط. المنتج ده سعره 500 جنيه، بعد الخصم بقى ب 400 جنيه. انا كده خلصت. من على الجزء اليمين ده بضيف شويه حاجات. اول حاجه بضيفها صوره المنتج. انا منتجاتي تي شيرت. طيب في صوره اساسيه وفي صور موجوده تحت. الصور دي بتضاف فين؟ بتضاف في البرودكت جاليري. انا هحط صورة المنتج وصور الناس وهي لابساها. ممكن ان انا احرك الصور دي عشان ارتبهم واعيد ترتيبهم عادي. طيب يبقى اول حاجة انا عملتها ان انا ضفت صورة المنتج الاساسي وضفت الصور الفرعية. بعد كده لقيت حاجة اسمها كاتيجوري. يعني ايه؟ يعني الكاتيجوريز اللي موجودة فوق هنا. انا لما اضغط على من الاقي منتجات الرجالي بس، مش محتاجة الاقي منتجات الحريمي كمان، وهكذا. فعشان نظهر بالتنسيق ده وبالترتيب ده وبالنظام ده برتبها عن طريق حاجه اسمها برودكت كاتيجوري. انا هنا هختار المنتج ده منتج رجالي وحريمي، ينفع يشتغل الاثنين. لا ده ولا رجالي ولا حريمي، ده انا عندي منتج جديد اسمه اي حاجه توي اكسسوري اي حاجه. فالمنتج ده التويز دي هتنزل تحت الحريمي، هتبقى حريمي تحتها مثلا تي شيرت وشورت وكذا وكذا. انا هنا بكرييت كاتيجوري جديده تحت كاتيجوري الحريمي اسمها تي شيرت، عشان لو ضغطت على التيشيرتات الحريمي او ضغطت على حريمي ككل تلاقيني في الاثنين. وصلت الفكره؟ انا هنا ظبطت الكاتيجوري. هنزل تحت لو احنا بنشتغل في براندات هكتب اسم البراند. لو مش بشتغل انا كده خلاص ظبطت اموري، هعمل ببلش. طيب في حاجة مهمة جدا ما قلناش عليها في البوست، ما قلناش عليها هنا. هي ايه؟ هي اليو ار ال اللي انا بفتحه. اليو ار ال ده دايما بياخد من عنوان المقال او عنوان البرودكت. فدايما احاول اخليه اعمل له اديت واخليه قصير، ودايما احاول اخليه ريليتد بموضوع البرودكت بتاعي. يعني مش رقم، مش حاجة كلمة وخلاص. لا دايما اخليه ريليتد بالحاجة اللي انا بعملها. ادي المنتج بتاعي ظهر اهو بالتفاصيل بتاعته. كلام جميل، حلو جدا. جيت انا بقى لما ضغطت على الكاتيجوري اللي اسمها تي شيرت طلع لي فيها البرودكت بتاعي. لما ضغطت على الكاتيجوري اللي اسمها وومن طلع لي فيها كل الومن وبما فيهم البرودكت بتاعي. كده وصلت الفكره. نيجي هنا حتى في المنيو لو عايزين نعمل اكتر من كاتيجوري وسب كاتيجوري وكذا، يبقى الموضوع متقسم بشكل مظبوط وعارف ان انا اهندل القصه دي. احنا كده خلصنا الاساسيات. طيب عندنا حاجه مهمه جدا. نيجي هنا بقى شويه، احنا عملنا البرودكت نفسه حلو قوي، بس البرودكت ده التيشيرت ده في منه الوان، ده في منه 10 الوان و10 مقاسات، ودي حاجه صعبه. نعمل ايه؟ فاكرين السمبل برودكت اللي احنا اشتغلناها من شويه؟ انا هخليها فاريبل برودكت، يعني منتج متغير. طيب المنتج المتغير ده المنتج المتغير ده في المخزن بتاعي اسمه ايه؟ او الاس كيو بتاعه اسمه ايه؟ يعني ايه اس كيو؟ يعني الرقم المرجعي اللي موجود عندي في المخازن. لو انا شركه كبيره وعندي مخازن محترمه بشتغل بحاجه اسمها اس كيو.
فانا هنا الاس كيو بتاعي تي شيرت 3 وحيد. الشيبنج انت هتحطي آه، شركات الشحن بتشتغل بالمقاسات، الويت بتاعها تقلها وزنها كبير، لازم اكتب ده، لازم اكتب ان المنتج بتاعي 4 كيلو وطوله 100 سنتي في 150 وارتفاعه كذا. فاكرين اتكلمنا عن حاجه اسمها ابسل، حاجه اسمها كروس سيل. يعني ايه؟ يعني بعد ما بنزل هنا بيجي يقول لي ريليتد برودكت او برودكتس احنا بنعمل لها ريكومنديشن ليك. هل المنتج ده مرتبط بمنتجات تانية؟ حلو جدا، ضفت البرودكتس اللي انا عايزها. انا كل ده ايه؟ في الاعدادات بتاعه المنتج بتاعي. طيب هنا عشان احنا منتجات ليها الوان واشكال، او الوان ومقاسات، وكل مقاس بسعر، كل لون في الوان منها كميات وفي الوان ما منهاش، الموضوع كبير عمال بيتوسع مني. هعمل ايه؟ هروح لحاجه اسمها اتريبيوت. الاتريبيوت دي مش هتظهر غير لما بختار الفاريبل برودكت. الاتريبيوت دي لما ظهرت انا هنا عندي الالوان، اختار من الالوان اللون البلاك والاورنج والوايت، دول الثلاث الوان الموجودين من المنتج. طيب لما اخترتهم رحت للفاريشن، قلت له اعمل لي جنريت فاريشن مختلفه، جنريت تعددات من المنتج ده. فالمنتج ده اللون الابيض فيه سعره 300 جنيه وبعد الخصم بقى 280، والكمية اللي موجودة عندي قد كده، موجود في الستوك بتاعي ووزنه وطوله وكذا. وعملت تمام. جيت في الأورنج قلت له الأورنج ده كان ب 300 جنيه بس ما بيتباعش، فأنا هطلعه ب 250. البلاك ده ب 300 جنيه ومش هدي عليه اوفر، بيطلب كتير. حلو، خلصت، عملت سيف عليك. دلوقتي اللي ظهر ايه؟ انه الابيض بقى ب 280 بدل 300، والاورنج بقى ب 250 بدل 300. طيب انا عايزه اقول له موجود كام قطعه، يبقى هروح اظبطها من السيتنج بتاعه الوو كوميرس في البرودكت انفنتوري، وهقول له enable stock management. هنا ممكن اقول له اصلا هايد الاوت اوف ستوك، ما تظهروش للعميل اساسا. هنا بقول له ايه بقى؟ قول له show quantity remaining in stock. لما الستوك بتاعي يبقى 12، يا اما ما تظهرش الكوانتيتي، يا اما ما تظهرش اصلا الكميه اللي موجوده عندي، يا اما اظهرها بس في حاله ان انا عندي 2 في الستوك، يا اما اظهرها طول الوقت. فانا من هنا ببدا احدد انا عايز اظهر ايه للعميل وما اظهرش ليه ايه. فاهمني؟ بس جميل. فحسب ما انا عايز وحسب سياستي البيعيه ابدا اختار انا هعمل ايه.